السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بريب 3؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتورة مها منصور، والنهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تقييمات الاسبوع الخامس في مادة الساينس. يلا بينا نتوكل على الله ونشوف الأسئلة بتاعتنا عبارة عن ايه. طيب question number 1 choose the correct answer. number 1 enzyme work is based in many biological process. طيب هو هنا بيسألني عن الانزيم. طيب قلت لك يا ولاد كلمة انزيم يعني chemical substance produced by the body of a living organisms، يعني مادة كيميائية بتكونها أجسام الكائنات الحية. act as a catalyst، بتشتغل ككاتاليست، كعوامل مساعدة، بتلعب دور مهم جدا في البيولوجيكال بروسيس. يبقى الانزيم works as catalyst، عوامل مساعدة، يبقى نمبر دي. Number 2 when magnesium dioxide is added to a hydrogen peroxide solution the amount of magnesium dioxide is base increase decrease affect the onset of the reaction or B and C together. وهنا بيسألني عن المغنيسيوم دايوكسيد، تمام كده، ال MnO2. وانا عارفه طبعا ان يا ولاد المغنيسيوم دايوكسيد اللي هو ال MnO2 ده يعتبر بالنسبه لي كاتاليست، كان بيساعد في الديكومبوزيشن اوف الهيدروجين بيروكسيد اللي هو ال H2 O2، كان بيكسر الووتر H2O بلس O2، او كان على السهم هنا MnO2. يبقى انا عارفه ان ال MnO2 ده يعتبر كاتاليست، وانا خدت من خصائص الكاتاليست زي ما دخل زي ما طلع، يعني ما بيحصلش تشينج في الاماونت بتاعته، ما بيحصلش تشينج في الماس بتاعته. يبقى افكت ذا اونست اوف ذا رياكشن، هو فقط بيأثر على سرعه التفاعل، لكن لا يحصل له انكريز ولا ديكريز، لا هيزيد ولا هيقل، لكن دونت تشينج، تمام كده، هو ما بيتغيرش، لكن بيأثر على الاونست اوف الايه اوف الرياكشن، يعني بيأثر على سرعه التفاعل. نمبر 3. طيب نمبر 3 all of the following affect the speed of a chemical reaction except. طيب بيقول لي كل اللي جاي هأثر على السبيد اوف chemical reaction. انا عارفه يا ولاد ان كان عندي يا ولاد اربع حاجات بيأثروا على السبيد اوف chemical reaction، اللي هي الناتشر اوف رياكتنت، طبيعه المتفاعلات، ودي كان تحتها حاجتين، السيرفاس اريا والتايب اوف بوند. طيب تاني حاجه كونسنتريشن اوف رياكتنت، تركيز المتفاعلات، وتالت حاجه التمبريتشر، ورابع حاجه الكاتاليست. يبقى كل اللي جاي بيأثر على السبيد اوف كيميكال رياكشن اكسبت طبعا الناتشر اوف برودكت، طبيعه النواتج لا مش عندي، لكن طبيعه المتفاعلات تمام. طيب question number 2 compare between البوزيتيف catalytic reaction and النيجاتيف catalytic reaction. طيب يعني ايه يا ولاد بوزيتيف catalytic reaction؟ they are chemical reaction. طيب طالما بوزيتيف يا ولاد هيحصل انكريز ولا ديكريز يا ولاد للسبيد اوف الكيميكال رياكشن؟ هيحصل فيها انكريز للسبيد اوف كيميكال رياكشن، هيزيد فيها سرعه التفاعل الكيميائي، تمام. لكن النيجاتيف كاتاليتيك رياكشن زي ار كيميكال رياكشن بيحصل فيها ايه؟ ديكريز للسبيد اوف كيميكال رياكشن، بقلل فيها من سرعه التفاعل الكيميائي، لان انا قلت لك ان الكاتاليست العامل الحفاز نوعين، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. بوزيتيف يعني بيعمل انكريز للسبيد، بيزود السرعه، لكن لو نيجاتيف بيعمل ديكريز للسبيد اوف كيميكال رياكشن. طيب نمبر 2 الايونيك والكوفالنت كومباوند. انا عارفه ان الايونيك كومباوند دول يا اولاد بقول عليهم ايه؟ مركبات ايونيه، وعارفه ان هم بيبقوا فاستر في الكيميكال رياكشن، يبقى زي ار chemical compound which characterized by faster in chemical reaction، بيبقوا سرعه في التفاعل الكيميائي. ليه؟ لان يا اولاد الرياكشن تيك بليس بيحصل between الايونز، لكن بالنسبه للكوفالنت كومباوند they are chemical compound which characterized by decrease في السبيد، او بنقول عليهم slow في الكيميكال رياكشن، بطيئه في التفاعلات الكيميائيه. ليه؟ لان يا اولاد الكيميكال رياكشن في الكوفالنت كومباوند تيك بليس بتوين الموليكيولز، بتحصل بين الموليكيولز، يبقى الايونيك بتبقى فاستر سريعه، لكن الكوفالنت بتبقى سلو. ليه؟ لان هنا التفاعل بتوين ايونز، التفاعل ما بين الايونز، لكنها بتوين الموليكيولز، ما بين الجزيئات. طيب نمبر 3 compare between positive catalyst and negative catalyst. انا لسه قايلاه، كلمه catalyst هي يعني عباره عن chemical substance، تمام كده، change الريت اوف chemical reaction، بتغير معدل التفاعل الكيميائي. قلت لك يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. اذا البوزيتيف catalyst they are chemical substance which increase هتزود الريت اوف chemical reaction، هتزود سرعه التفاعل الكيميائي. لكن النيجاتيف catalyst they are chemical substance which decrease الريت اوف chemical reaction، هتقلل من سرعه التفاعل الكيميائي. طيب question number 3 give reason for the following. طيب ايه السبب بالنسبه لي؟ نمبر 1 the reaction rate increase with increasing concentration of reactant. ليه الرياكشن ريت معدل التفاعل هيزيد with increasing الكونسنتريشن اوف رياكتنت، بزياده الرياكتنت اللي هي المتفاعلات بمعنى اصح. قلت لك شيل كلمه concentration اوف رياكتنت وحط بدلها يحصل increase في النمبر اوف رياكتنت موليكيول، عدد جزيئات المواد المتفاعله، وطالما العدد زاد فهيزيد النمبر اوف كولويجن، عدد التصادمات، فبالتالي الريت اوف الرياكشن هيزيد. يبقى كل ما ازود كونسنتريشن يبقى العدد يزيد معايا، النمبر يزيد، وكل ما ازود نمبر يعني احتمال الكولويجن اكتر، احتمال التصادم اكتر، فبالتالي هزود الريت اوف الايه الكيميكال رياكشن. طيب question number 2 the reaction rate increase with increasing temperature. ليه
كل ما بزود التمبريتشر الريت اوف الرياكشن بيزيد. هنشيل برضو كلمه تمبريتشر وهزود ايه بقى يا اولاد؟ السبيد او الكينيتيك انرجي اوف الرياكتنت مولكيول. يبقى كل ما ازود تمبريتشر هتزيد ايه يا اولاد؟ الكينيتيك انرجي، طاقه الحركه بتاع مين؟ الرياكتنت مولكيول. يعني هيزيد السبيد، هيزيد سرعه الجزيئات، وكل ما يزيد سرعتها هيزيد برضو مين؟ الكولوجن، هيزيد التصادم، فبالتالي هزود الريت اوف الكيميكال رياكشن. يبقى كل ما ازود تمبريتشر هيزيد السبيد اوف رياكتنت مولكيول، هيزيد سرعه جزيئات المواد المتفاعله، فبالتالي هيحصل تصادمات اكتر، هيحصل كولوجن اكتر، فبالتالي هزود الريت اوف كيميكال رياكشن. طيب question number 3. A catalyst is used in some reaction. لان الكاتاليست عباره عن chemical substance which change rate of chemical reaction. يا اما تعمل لها increase يبقى اسمه بوزيتيف كاتاليست، يا اما تعمل لها ديكريز ويبقى اسمه نيجاتيف كاتاليست. يبقى الكاتاليست دي ماده بتعمل تشينج في الريت اوف كيميكال رياكشن، بتغير من سرعه التفاعل الكيميائي، سواء بتعمل له انكريز او ديكريز. خلينا نكمل. طيب question number 4. It is preferable to use fragmented nickel in the hydrogenation of oil. بيقول لي يفضل استخدام الفراجمنتد نيكل، النيكل المجزأ، في الهيدروجينيشن اوف اويل، في هدرجه الزيوت. طالما قال لي فراجمنتد نيكل يعني نيكل مجزأ، اذا هنا بيتكلم عن السيرفاس اريا. اذا كل ما استخدم فراجمنتد نيكل يعني نيكل مجزأ هيزيد السيرفاس اريا، مساحه السطح، وطالما زادت السيرفاس اريا يبقى هنزيد النمبر اوف الرياكتنت مولكيول، عدد جزيئات المواد المتفاعله، فبالتالي هزود السبيد او الريت اوف كيميكال رياكشن. يبقى بزياده السيرفاس اريا هزود ايه؟ هزود ايه يا اولاد؟ النمبر اوف رياكتنت مولكيول، عدد جزيئات المواد المتفاعله، فبالتالي هزود الريت اوف كيميكال رياكشن. طيب نمبر 5. adding a piece of sweet potato to hydrogen peroxide increase the reaction of rate. طالما شفت سويت بوتيتو اذا انا عندي جواها ماده اسمها الانزيم، او بقول عليها الاوكسيديز انزيم. يبقى السويت بوتيتو تمام ده يعتبر انزيم، وانا عارفه ان الانزيم زي ار كيميكال سبستانس بتعمل ايه؟ انكريز للريت اوف كيميكال اكشن، بتزود من معدل التفاعل الكيميائي. اذا الاوكسيديز انزيم اللي موجود في السويت بوتيتو هيساعد في الديكومبوزيشن تمام كده، في تحلل الهيدروجين بيروكسيد، يعني هيكسر ال H2O2 هيديني ووتر H2O بلس O2 يحصل له ريليزنج. تمام. نمبر 6. food is preserved in refrigerated for a long time. ليه بنحفظ الفود بتاعنا في الريفريجريتور في الثلاجه؟ هتقول لي ان الديكريز في التمبريتشر، كل ما بقلل التمبريتشر هيقلل من الريت اوف كيميكال رياكشن، بيكوز لو تمبريتشر درجه الحراره المنخفضه ديكريز الريت اوف كيميكال رياكشن، هتقلل من معدل التفاعل الكيميائي، عشان كده بستخدم الريفريجريتور عشان اعمل بريزرفيشن للفود. طيب question number 4. what is meant by each of the following. number 1 rate of chemical reaction. على فكره السؤال ده سؤال امتحان اخر السنه. ماذا نعني بالريت اوف كيميكال رياكشن؟ تمام كده، اللي هي سرعه التفاعل الكيميائي. هنقول له اتس مين ذات تشينج في الكونسنتريشن اوف رياكتنت اند برودكت از تايم باسنج. يبقى اللي تشينج في الكونسنتريشن اوف رياكتنت اند ايه برودكت از تايم باسنج. يبقى اللي تشينج في الكونسنتريشن اوف رياكتنت اند برودكت از تايم باسنج، بمرور الوقت يحصل تغيير في تركيز المتفاعلات والنواتج، يبقى اسمه الريت اوف كيميكال رياكشن. نمبر 2 الكاتاليتيك كونفرتر، المحول الحفزي، عباره عن ميتاليك كين which present in modern car used to treatment of harmful gases. يبقى الكاتاليتيك كونفرتر عباره عن ميتاليك كين. يعني ايه ميتاليك كين؟ علبه معدنيه موجوده في المودرن كار، في السيارات الحديثه، بتعمل تريتمنت للهارمفول جازز، بتعالج الغازات المنبعثه الضاره. طيب نمبر 3 ايه هما الانزيم؟ كلمه انزيم they are chemical substance which produced inside the body of living organisms and act as a catalyst. يبقى دي مواد بيكونها اجسام الكائنات الحيه وبتعمل كعوامل حفازه، وبتساعد في ايه؟ في البيولوجيكال رياكشن، التفاعلات البيولوجيه. قلت يعني ايه بيولوجيكال رياكشن؟ يعني تفاعلات بتتم جوه اجسام الكائنات الحيه. خلينا نكمل. طيب خلينا نحل مع بعض اسئله اللي هي الكلاس بيرفورمانس، اللي هي الاداء الصفي، وده كان على ليسن 2 يا اولاد، اللي هو السبيد اوف كيميكال رياكشن. طيب question number 1 it shows the correct answer. Increasing the concentration of the reactant during a chemical reaction makes the number of the collision between molecule space. طيب decrease by a quarter, increase is not affected, decrease by half. هو هنا بيقول لي كل ما بزود الكونسنتريشن اوف الرياكتنت ايه اللي هيحصل للنمبر اوف الكولايجن، لعدد التصادمات. ما انا عارفه كل ما ازود تركيز يعني بزود نمبر، بزود عدد. وكل ما يزيد العدد هيزيد الكولايجن، يبقى الكولايجن انكريز، يبقى نمبر بي. يبقى كل ما بزود كونسنتريشن يبقى انا هزود عدد، وكل ما بزود عدد هيزيد الكولايجن. تمام كده. طيب question number 2 the substance that decrease the reaction rate and doesn't change is called not. واللي substance بتعمل decrease للرياكشن، هتقلل من معدل التفاعل and doesn't change وما بتتغيرش. انا عارفه ان الماده اللي ما بتتغيرش هي كاتاليست. بس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قال لي هنا بتعمل ديكريز، هتقلل سرعه التفاعل، اذا هي نيجاتيف كاتاليست. يبقى نيجاتيف كاتاليست نمبر دي. question number 3 question number 3 all of the following are from the properties of the catalyst except none.
طيب كل اللي جاي تعتبر بروبرتيز خصائص للكاتاليست اكسبت ايه؟ نمبر 1 اتس ماس ديكريز. لا دي بالنسبه لي غلط، لان انا قلت لكم ان الكاتاليست دونت تشينج، ما بيتغيرش، زي ما دخل زي ما طلع، يعني داخل 1 جرام هيطلع 1 جرام. هو فقط يا اولاد بيعمل ايه؟ بيعمل تشينج في الريت اوف كيميكال اكشن، بيغير من معدل التفاعل الكيميائي وزاويه تشينجنج من غير ما يتغير. يبقى الماس بتاعته بتقل؟ لا غلط طبعا، ما بتتغيرش. طيب كويستشن نمبر 4 the rate of decomposition of الهيدروجين بير اوكسيد increased by the addition of. طيب هو بيقول لي معدل الديكومبوزيشن، التحلل بتاع الهيدروجين بير اوكسيد اللي هو ال H2O2 هيحصل له انكريز كل ما بضيف ايه؟ عندي حاجتين لو ضفتهم لل H2O2 هيزيد معدل الديكومبوزيشن، اللي هو ال MnO2 المنجنيزيوم داي اوكسيد اللي هو ثاني اكسيد المنجنيز اللي بقول عليه كاتاليست بمعنى اصح، يا اما بيس في سويت بوتيتو، قطعه سويت بوتيتو، قطعه من البطاطا، لان البوتيتو جواها حاجه اسمها الاوكسيديز انزيم، انزيم الاوكسيديز اللي برضه بيزود الديكومبوزيشن اوف الهيدروجين بير اوكسيد. يبقى المنجنيزيوم داي اوكسيد تمام كده، ولا بيس وبوتيتو، يبقى بي اند سي، بي اند سي. Question number 2 complete the following with suitable words. Question number 2 the rate of الهيدروجين peroxide decomposition can be increased by adding space or by adding a piece of نقط. طيب هو هنا بيسألني على الهيدروجين peroxide اللي هو ال H2O2. طيب معدل الديكومبوزيشن، معدل التحلل بتاعه ممكن يزيد لو ضفت ايه او ايه؟ لو ضفت كاتاليست او بيس اوف سويت بوتيتو. الكاتاليست اللي هو مين؟ ال MnO2 منجنيزيوم داي اوكسيد ثاني اكسيد المنجنيز، او ابيس اوف السويت بوتيتو قطعه من البطاطا الحلوه لان جواها اوكسيديز انزيم، والاثنين بيزودوا معدل الديكومبوزيشن اوف الهيدروجين بير اوكسيد اللي هو ال H2O2 عشان يديني ووتر وينطلق الايه؟ الاكسجين جاز. نمبر 3 catalytic agent such as space or iridium or space are used in the catalytic converter and they work on نقط. طيب الكاتاليتيك ايجنت من المواد اللي بتشتغل كعوامل حفازه الإيريديوم والبلاتيوم والبلاتينيوم، بلاتينيوم وإيريديوم وبلاتيوم which are used in the catalytic converter بنستخدمهم في المحول الحفزي and they work on هيشتغلوا على ايه يا اولاد؟ التريتمنت اوف الهارمفول جاز، تريتمنت اوف الهارمفول جاز، بيعالجوا الغازات الضاره، لان قلت لك عندي حاجه اسمها الكاتاليتيك كونفرتر المحول الحفزي ده موجود في المودرن كار تمام كده. قلت لك عندي المحول الحفزي ده بيحتوي على كاتاليتيك ايجنت عوامل مساعده زي الايريديوم والبليديوم والبلاتينيوم تمام، بيشتغلوا على حته التريتمنت اوف الهارمفول جازز، معالجه الغازات المنبعثه. Question number 3 mention the use or importance of each of the following. number 1 magnesium dioxide اللي هو ال MnO2. قلت لك ان ال MnO2 ده يعتبر كاتاليست عامل حفاز، بيزود ايه يا ولاد؟ الريت اوف decomposition اوف ال H2O2 الهيدروجين بير اوكسيد. انا قلت لك عشان ازود معدل الديكومبوزيشن اوف الهيدروجين بير اوكسيد، معدل تحلل فوق اكسيد الهيدروجين اللي هو ال H2O2، كنت بضيف ال MnO2 منجنيزيوم داي اوكسيد which act as a catalyst بيشتغل كعامل حفاز، هيعمل انكريز للسبيد اوف كيميكال رياكشن. طيب نمبر 2 هي الامبورتنس اوف الانزيم. طيب قلت لك ان الانزيم they are chemical substance which produced inside the body of a living organisms and act as a catalyst، هتعمل تشينج للريت اوف البيولوجيكال رياكشن. يبقى عباره عن مواد كيميائيه بتنتج انسايد البادي اوف ليفنج اورجانيزمز جوه اجسام الكائنات الحيه which act as a catalyst بتشتغل كعوامل حفازه، هتعمل تشينج في الريت اوف البيولوجيكال رياكشن، هتغير من سرعه التفاعلات البيولوجيه اللي بتحصل في الليفنج اورجانيزمز. طيب نمبر 3 سيراميك سيل ان ذا كاتاليتيك كونفرتر. قلت لك خلايا السيراميك في الكاتاليتيك كونفرتر في المحول الحفزي هتزود السيرفس اريا مساحه السطح، لانها كانت واخده شكل ايه يا ولاد؟ اللي هي الايه؟ البي سيل، شكل خلايا النحل، فكانت بتزود السيرفس اريا مساحه السطح تمام كده. يبقى السيراميك سيل هتعمل انكريز للسيرفس اريا. طيب كويستشن نمبر 4 وات ار ذا فاكتور افكتنج الريت اوف كيميكال رياكشن. ايه العوامل اللي بتاثر على الريت اوف كيميكال رياكشن؟ عندي 4. اول حاجه الناتشر اوف رياكتنت طبيعه المتفاعلات، ودي كان تحتها حاجتين، البوند تايب اوف بوند نوع الرابطه، وكمان السيرفس اريا. طيب نمبر 2 كونسنتريشن اوف رياكتنت تركيز المتفاعلات. طيب نمبر 3 التمبريتشر درجه الحراره، ونمبر 4 الكاتاليست اللي هي العوامل الحفازه. يبقى انا عندي 4 فاكتور بيأثروا على الريت اوف كيميكال رياكشن، ناتشر اوف رياكتنت طبيعه المتفاعلات، ودي تحتها حاجتين، تايب اوف بوند الكوفالنت او الايونيك، تاني حاجه السيرفس اريا. طيب نمبر 2 concentration اوف reactant تركيز المتفاعلات، ونمبر 3 التمبريتشر، ونمبر 4 الكاتاليست. طيب خلينا نشوف اسئله الاداء المنزلي. question number 1 it shows the correct answer. number 1 the number of the collision between molecules increase and so the rate of the chemical reaction increase. تمام كده. هو بيقول لي ان النمبر اوف الكولايجن هيزيد between المولكيولز لما يحصل ايه؟ قلت لك حاجتين تمام كده يزودوا الكولايجن، يزودوا التصادمات، لما يزيد الكونسنتريشن اوف رياكتنت، لما يزيد تركيز المتفاعلات، ولما يحصل انكريز في التمبريتشر. يبقى لما التمبريتشر بتزيد وكمان اللي هو الكونسنتريشن اوف رياكتنت يزيد، يبقى ايه؟ اند سي. يبقى حاجتين يزودوا الكولايجن، التمبريتشر والكونسنتريشن. question number 2 all the following are from the characteristic of الكاتاليست except. كل اللي جاي من خصائص الكاتاليست اللي هي العوامل الحفازه ما عدا اتس ماس ديكريز. هي اول واحده طبعا الغلط، لان انا قلت لك ان الماس اوف الكاتاليست دونت تشينج، ما بتتغيرش، زي ما دخلت
زي ما بتطلع، يعني لو مدخله 1 جرام هيطلع 1 جرام. هو بس بيأثر على الريت اوف كيميكال رياكشن، على معدل التفاعل، يا بيزود يا بيقلل، لكن هو دونت تشينج، ما بيتغيرش، الماس بتاعته ما بتتغيرش. طيب question number 3 when the temperature of chemical reaction increase the rate of the reaction increase نتيجه ايه؟ وهنا بيسالني على التمبريتشر لما تزيد، ليه بزود الريت اوف كيميكال رياكشن؟ قلت لك كلمه تمبريتشر بيصاحبها زياده في السبيد، يعني الحركه او السرعه بتاعه الجزيئات اكتر، فبالتالي هيزيد الكولويجن اللي هي التصادمات. يبقى كل ما ازود التمبريتشر هيزيد السبيد، فيحصل كولويجن اكتر. يبقى على طول انكريس ايه يا اولاد؟ النمبر اوف البوسيبل كولويجن بتوين مولكيول، هيزيد عدد التصادمات بين الجزيئات. question number 4 enzyme work is based in many biological process. انا قلت الانزيم act as a catalyst، بتشتغل كعوامل حفازه. طيب question number 2 complete the following sentence with suitable words. number 1 the speed of chemical reaction is base increase by the increase in temperature. يبقى السبيد، هو هنا بيسالني عن السبيد اوف كيميكال رياكشن، المفروض ان هو يحصل له increase by increase of temperature، يبقى هيزيد بزياده التمبريتشر. طيب نمبر 2 sweet potato produce space enzyme which increase the speed of the decomposition of space. هنا بيسالني عن السويت بوتيتو بروديوس اني انزيم، اوكسيديز انزيم. السويت بوتيتو جواها الاوكسيديز انزيم which increase the speed of decomposition، هيزود من معدل تفكك مين؟ ال H2O2 هيدروجين بيروكسيد، هيدروجين بيروكسيد. طيب نمبر 3 the catalyst change the speed of the chemical reaction without affecting نقط or نقط reaction. without affecting يا ولاد الستارت او الاند، بدايه ونهايه التفاعل. يبقى الكاتاليست هيأثر على السبيد من غير ما يأثر على البيجنج اللي هي بدايه التفاعل، يعني الستارت بتاعتي او الاند بتاعت التفاعل، يعني مش هيأثر على الستارت بوينت ولا الاند بوينت. خلينا نكمل. question number 2 in most modern car have space to treat the harmful gases result from fuel combustion before they are expelled. في المودرن كار عندهم حاجه اسمها الكاتاليتيك كونفرتر اللي هو المحول الحبسي. يبقى الكاتاليتيك كونفرتر بيعمل تريتمنت للهارمفول جازز، بيعالج الغازات الضاره قبل ما يحصل لها يا ولاد انبعاث بمعنى اصح. question number 3 what are the result of، ما نتيجه number 1 replacing the diluted HCl with concentrated acid هو ان interact with المغنيسيوم ستريب. هستبدل ال HCl اللي هو الدايليوتد المخفف بكونسنتريتد بمركز. ما انا عارفه كل ما بزود الكونسنتريشن هيزيد السبيد اوف كيميكال رياكشن، هزود من سرعه التفاعل الكيميائي. ليه؟ لان زياده الكونسنتريشن النمبر بتاعي هيزيد، عدد الايه رياكتنت موليكيول هيزيد، عدد جزيئات المواد المتفاعله هتزيد، وبالتالي هيزيد حاجه اسمها الكولويجن اللي هي التصادمات. فكل ما يحصل تصادم اكتر هيزيد السبيد اوف كيميكال رياكشن. تمام كده؟ تمام. طيب نمبر 2 الرياكشن اوف الاويل ويز الكوستيك صودا. نتيجه تفاعل الاويل مع الكوستيك صودا السوب ار فورمد، الصابون يا اولاد هيتكون، الصابون بيحصل. طيب لان انا عارفه ان السوب بيجي نتيجه تفاعل الاويل مع الكوستيك صودا، الزيوت مع الصودا الكاويه. تمام كده؟ وقلت ان التفاعل ده كان عباره عن ايه؟ ريلاتيفلي ايه؟ سلو، يعني تفاعل بطيء نسبيا. تمام. وبكده يا ولاد اكون خلصت معاكم حل اسئله التقييم الاسبوعي والاداء الصفي والاداء المنزلي الاسبوع الخامس. اشوفكم على خير ان شاء الله في تقييم جديد. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.